السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادات بيصبح وبيمسي وبيحيي كل اخواته يا مساء السعادة وروقان على كل متضايق وزهقان. يا رب تكونوا بخير وطيبين وبسعادة ومبسوطين، واشوفكم دايما فرحانين، وعلى كل غال يا رب تكونوا مطمنين. وادعوا على الظالمين وربنا ينصر المظلومين وينصفهم بحق الأيام المفترجة دي. يا رب بحق الأيام المفترجة دي. وطبعا يعني صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، شفعنا يوم القيامة بإذن واحد أحد. وعايز أتكلم بقى يعني دغري كده. يعني دايما أنا عندي مشكلة في المسلسلات بتاعت الدراما الشعبية. دايما يعني بيبقى عندها يعني حاجات كليشيهات غريبة ومتناقضة في نفس الوقت. يعني يقول لك سيد الناس وأنا ابن الأصول وأنا رجولية وكل حاجة، وفجأة تلاقي يعني الممثل ده أو البطل ده يعني طلع متشرد أو ملوش أصل انتوا ضربتوني في مقتل يا جماعة. انتوا عاملين عمل كوميدي يعني انا مش فاهم. يعني دي كوميديا سكرو. ايوه كوميديا سكرو، يعني 1 2 كده يعني. خد ودي كده بشكل ودي. لكن هم يعني الصراحة هم بياخدوا ودوا مع نفسيهم والله. لدرجة اما هم ضحكونا وموتونا من الضحك يعني. انا مش فاهم. يعني انتوا طلعتوه في الاخر متشرد ومش لاقي حد يلمه، والجمعية راحت تلمه وهيضمه يعني علي كلاي. تعالى علي كلاي ما تبقاش زعلان خالص. ازاي يعني تزعل؟ وسبحان الله يعني دونا عن كل المتشردين في هذا الوطن اللي فيه 110 مليون مصري. ويعني هتلاقي فيه متشردين كتير، هو الوحيد اللي تم إنقاذه. يخرب بيت كده يعني. يعني اعملوا لنا دراما تصدق يعني. يعني مثلا هو كان رقم 10 رقم 9 عشان يبقى ابن حلال، ولا ابن حلال ده بتاع الأمبر وان صح؟ ايوه كان عامله في سنة من السنين. يلا ربنا يسهل العبيد ويهديك يا رب تقدموا لنا حاجة كويسة يعني تحترم عقولنا شوية وتبقى منطقية. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك، فعل الجرس، لايك، وراك تعليق، شير. والسلام عليكم. سلام يا ولاد. ايه في الفيديو يا حبيبي.